خلينا نبتدي بما يتعلق بالاكس. زي ما قلنا في الحلقه بتاعت الطلاق، مش من مصلحه حد خالص اننا نتكلم وحش على بعض قدامهم، ولا اننا نستدرج الولاد ونخليهم يختاروا ما بيننا. اسهل بكتير للولاد ان هم يحبوا two sets of parents، اللي هو الاب ومراته والام وجوزها، من انهم يختاروا منهم اللي يحبوه. فنسهل عليهم ونسلك كده ونصفي النية عشان هم كمان يسهلوا عليهم. ده طبعا لو الوضع يسمح. يعني الزيارات بقى، لسبب ما بعد الزيارات احيانا تلاقيهم بيعملوا لقطه كده، يعني يقعدوا يومين عند مامتهم يرجعوا معوجين، يقعدوا يومين عند باباهم يرجعوا بيتستوا الليميتس من اول وجديد. فممكن نديهم شويه وقت كده، اللي هو ايه، تحضيري تمهيدي، ترانزيشن ما بين لما يجوا من الزياره وقبل ما يرجعوا البيت. ممكن ناخدهم مثلا على خروجه الاول، او نخليهم يخرجوا مع اصحابهم. ممكن نسيبهم لوحدهم في حالهم في اوضتهم، مفيش داعي نقعد نقررهم بقى وحصل معاكوا ايه وعملوا معاكوا ايه وكلت ولا ما اكلوكش وجعان ولا شعبان ورجب ولا رمضان واللقطه دي، مفيش داعي. اوكي، سيبوهم في حالهم. بس كمان خلينا يعني موجودين في المحيط، عشان لو هم محتاجين يتكلموا في حاجه وعايزين يقولوا، نبقى متاحين ليهم اننا نسمع.